انبهار والإعلام المصري بعد مشاهدة جمال ملعب طنجة عالمي مصر والسنغال. سمعوا الخوت، سمعوا. هي الحقيقه الحديثه الملعب مولاي عبد الله وملعب طنجه الكبير اللي منتخب مصر هيلعب عليه. بالمناسبه ده ملعب من اكبر الملاعب في افريقيا. بالمناسبه ملعب طنجه كمان اكبر من ملعب مولاي عبد الله بفرق 5000 مشجع. ملعب طبعا حديث جدا، لكن جرى تهيئته وتحديثه شركه وطنيه. الفكره انه شركه وطنيه هي اللي عملت التصميم الجديد، هي اللي نفذت. ملعب بصراحه تحفه معماريه. تعالوا بصوا شوفوا كمان المدرجات، دكه البدلاء زي ما انتم شايفين، دي دكه البدلاء، حاجه يعني فخمه جدا، حاجه عالميه جدا. ملعب يستضيف فاينل كاس عالم، فاينل كاس عالم. بصراحه ان شاء الله باذن الله يكون الملعب ده وش الخير على منتخب مصر، نكسب ونطلع منه باذن الله على المباراه النهائيه في ملعب مولاي عبد الله في الرباط. اتكلمنا قبل كده عن الارضيات، شفنا الاختبار القاسي اللي تعرض ليه في الافتتاح، سواء في حفل الافتتاح او في المباراه الاولى. عمليه تصريف مثاليه، منصه، ثم كمان في منصه لذوي الاحتياجات الخاصه. 100% قرب الجماهير من الملعب ده. سنة تعقيبي على اقتراب الجماهير من طبعا الملعب. دي ظاهره في افريقيا، دي ظاهره في افريقيا مش دارجه خالص. اعتقد بتضيف متعه كبيره جدا، بتخلي الجمهور اقرب، بتخلي احساس اللعيبه بالجمهور اعلى، لكن بتتطلب كمان مجهود كبير من الامن، لان ماشي. ثقافتنا كمشجعين مش مهيئه لكده. لكن احنا شفنا بطوله مثاليه على فكره من هذه الناحيه، ان في التزام جماهيري كبير جدا وفي متعه كبيره. اقتراب المدرج من الجمهور كاننا في بريمير ليج. امبارح كابتن طلعت قال لك خلاص انتهى زمن الملعب اللي فيه اولمبياد، اللي فيه تراك اولمبي. ده هو اللي جاي، وده اللي خلى امبارح الناس، جربا لوال اسطوره نيجيريا، يقول معانا في هاتريك امبارح انه هناك رعب في ارض الملعب من الجمهور. صحيح. انا في حاجه اخيره عجباني، ان ان الملاعب مختلفه الالوان. يعني ملعب طنجه ده تلاقي لون ازرق واجواء مختلفه. انا اكتر ملعب حبيته في البطوله ملعب مراكش اللي لعبت عليه الجزائر ونيجيريا. تصميم مختلف، تحسه انجليزي اكتر شويه. فالبطوله من بين حلاوتها انها ملاعب مونديال يا راجل، ممتعه للعين. الملعب ده فيه مستشفى، في كمان يا محمودي غرفه للطوارئ لو في حاجه عمليه طارئه جدا ممكن تتعمل في المستشفى.